بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي جمهور نادي الزمالك، جمهور النادي الملكي العظيم، دقت ساعة الحسم ليلة المباراة. حبيت أكلمكم عن التشكيلة المتوقع للفريقين ومقارنة بين اللاعبين في الفريقين، لأن بعض الأهلاوية متضايقين جدا إن احنا الزملكاوية بنقول إن احنا عندنا كواليتي أعلى للاعبين في بعض المراكز. فتعالوا نشوف مقارنة بسيطة كده بين الفرقتين، مقارنة سريعة يعني ليلة المباراة. ده زملكاوي في التالتة يمين وانا محمد خميس. خلينا طبعا في الاول نعلن اسفنا الشديد لحاجتين. اولا لوفاة اسطورة كرة القدم في التاريخ دييجو ارماندو مارادونا، احسن من لمس كرة القدم في التاريخ، دي اول حاجة. ثانيا ان نتيجة مسحة الكاف بتاعة مسحة الكورونا الخاصة بالفرقتين في قبل المباراة ب 48 ساعة اللي هي اخر مسحة، طلع فيها ست لاعبين، 3 من الاهلي و3 من الزمالك مصابين بفيروس كورونا. في الزمالك عندنا يوسف ابراهيم اوباما، وعندنا محمود حمدي الونش، وعندنا عبد الله جمعه، ودي 3 غيابات مؤثره جدا لانها 3 من اللاعبين الاساسيين في نادي الزمالك. اما لما تيجي تكلمني عن الاهلي، عيني برد عليكو في ليله المباراه. عندهم لعيب واحد بس مؤثر اللي هو اليو ديانج، واللاعبين التانيين صالح جمعه دايما بيبقى بره السكور، ووليد سليمان بيبقى تغيير، ساعات بيبقى تغيير مفيد الى حد ما، ولكن يظل دايما بيبتدي على مقاعد البدلاء. طيب فهنقول كده تشكيل الزمالك المتوقع من وجهة نظري المتواضعة يعني. في حراسة المرمى محمد ابو جبل، باك شمال اسلام جابر، قلبين دفاع محمد عبد الغني ومحمود علاء، باك يمين احمد عيد. اتهيألي هيبتدي باحمد عيد لان احمد عيد هو اللي ناهي الفترة اللي فاتت. في نص الملعب عندنا فرجاني ساسي وطارق حامد، وينج يمين احمد سيد زيزو، وينج شمال هيكون اشرف بن شرقي، مركز رقم 10 اللي هو صانع العاب مكان اوباما من وجهة نظري انه هيكون شيكابالا، وقدامهم مصطفى محمد. يبقى كده هو عوض غياب محمود حمدي الونش بمحمد عبد الغني، عوض غياب عبد الله جمعه باسلام جابر، وعوض غياب شيكابالا بيوسف ابراهيم اوباما. اما التشكيل المتوقع للنادي الاهلي في ظل غياب اليو ديانج، هيبقى التشكيل هو بس هيشيل ديانج ويحط حمدي فتحي. فهيبقى في حراسة المرمى محمد الشناوي، في اليمين محمد هاني باك يمين، قلبين الدفاع هيكونوا ايمن اشرف وياسر ابراهيم، باك شمال هيكون علي معلول، في نص الملعب هيكون حمدي فتحي وعمرو السولية، قدامهم وينج يمين هيكون حسين الشحات، وشمال جونيور اجاييه، في مركز صانع الالعاب او اللعيب رقم 10 هيكون محمد مجدي قفشه، وقدامهم هيكون على ما اعتقد مروان محسن. طب لما تيجوا بقى كده نقارن مركز. اول حاجه في مركز حراسه المرمى، محمد الشناوي في الاهلي جامد جدا، محدش يقدر ينكر، ولكن برضو محمد ابو جبل بيعيش فتره من افضل فتراته. فخلينا نقول ان الموضوع متقارب الى حد ما. زملكاويه ما تزعلوش مني، انا زملكاوي اهو زيكم لابس تيشيرت الزمالك، بس انا راجل بقول الحق. ده ليه نقاط قوه وده ليه نقاط قوه، ولو اديت الشناوي يعني لو بدي الشناوي 9 من 10 مثلا، فهدي ابو جبل مثلا 8 و9 من 10 مثلا، يعني الفروق بسيطه جدا، ولكن الشناوي يظل الى حد ما عنده سنه خبره زياده اللي هي الخبره الدوليه، لان لعب منتخب كتير ولعب كاس عالم ولعب كاس افريقيه، فالشناوي عنده سنه خبره زياده، ولكن ابو جبل بيعيش احسن فتراته، فالفرق بسيط يكاد يكون لا يذكر. هنيجي نتكلم في مركز الباك الشمال. طبعا دلوقتي احنا فقدنا الباك الشمال بتاعنا عبد الله جمعه، فمركز الباك الشمال الافضليه هتصب في ناحيه علي معلول طبعا لاعب النادي الاهلي. في الناحيه اليمين لو جينا نقارن محمد هاني باحمد عيد، فهنقول محمد الاثنين لعيبه كويسين جدا، الاثنين دفاعيا وهجوميا الى حد ما كويسين، بس الخبره برضه هتصب في صالح محمد هاني. ما حدش يقدر ينكر محمد هاني في اخر تجمع كان هو الاساسي في مركز الباك اليمين في منتخب مصر.
لما نيجي نتكلم على قلبين الدفاع، وجهة نظري لما تيجي تقارن بين محمد عبد الغني اللي هو الاحتياطي بتاع الونش ومحمود علاء، فهم طبعا الفرق بينهم وبين ايمن اشرف وياسر ابراهيم فرق كبير جدا. الاثنين بتوع الزمالك احسن من الاثنين بتوع الاهلي، يعني ايه زي ما نقول كده، الفارق ملحوظ كمان، الفرق مش صغير. محمود علاء ومحمد عبد الغني افضل كتير من ايمن اشرف وياسر ابراهيم. لما نيجي نتكلم على نص الملعب في عدم وجود إليو ديانج، طبعا إليو ديانج كان بيعمل افضليه كبيره في مكانه، راجل لعيب بمنتهى الامانه، مستواه وقدراته اللي ربنا اداها له اعلى من مستوى الدوري المصري في العموم اصلا. ولكن دلوقتي في عدم وجوده لما نيجي نتكلم على عمرو السولية وحمدي فتحي، فبرضه ثنائيه طارق حامد وفرجاني ساسي تكاد تكون افضل، مع ان عمرو السولية عامل موسم من افضل فترات حياته. بس تعالوا نتكلم على حمدي فتحي، لعيب كبير وانا بحبه جدا جدا، مع اني راجل زملكاوي، بس شايف ان ده لعيب كوره محترم، الا انه الفتره الاخيره كان دايما بيقعد لإليو ديانج، فما بيلعبش اساسي الفتره الاخيره. فلما نيجي نقارن بين راجل طارق حامد واخد احسن لعيب داخل، يعني كان مرشح لجائزه احسن لعيب داخل القاره السنه اللي فاتت، واخد تاني احسن لاعب في القاره السنه اللي فاتت داخل القاره، فطبعا ديفندر جامد جدا. وفرجاني ساسي الدولي التونسي اللي لعب في كاس العالم ولعب في كاس الامم الافريقيه، لعيب كبير طبعا وعنده خبرات كبيره. فدلوقتي طبعا هنقدر نقول الافضليه برضو ملحوظه لخط نص الزمالك. هنيجي نتكلم عن الوينجات غالبا هيبقى احنا عندنا في اليمين احمد سيد زيزو، وهم عندهم في اليمين حسين الشحات. فلما نيجي نقارن بين الاثنين اخر فتره، حسين الشحات لعيب حريف وسريع وكل حاجه، لكن احمد سيد زيزو الى حد ما مستواه الفتره الاخيره ثابت بدليل وجوده في المنتخب، وحسين الشحات ما راحش المنتخب. برضه مش عايزين نخلي ده المقياس، ولكن زيزو لياقه بدنيه عاليه، سرعات حلوه جدا، لعيب بيزيد ويشوط وكده. حسين الشحات برضه لاعب كويس، ولكن زيزو في الفتره الاخيره مقدم مستويات قويه جدا. هتيجي في الشمال غالبا هيكون جونيور اجاييه على حساب كهربا اللي كان عنده كورونا، ما كانش بيتدرب خالص الاسبوع اللي فات. وبرضه لما نيجي نقارن بين شرقي اللي مقدم اعلى مستويات الفتره اللي فاتت وجونيور اجاييه، هنجد برضه ان بن شرقي لا متقدم بكتير قوي. فعندنا برضه الوينجين افضل. فهنيجي بقى نتكلم في اخر مركز المهاجم رقم 9 قلب الهجوم. هنيجي نتكلم على الفرق بين مصطفى محمد ومروان محسن. لا فرق كبير قوي. مصطفى محمد لعيب يعني عايزه محطة هتلاقيه، عايزه شارس على المرمى هتلاقيه، عايزه بيستلم بظهره وبيدي للي داخل هتلاقيه، عايزه يجري ويشوط هتلاقيه، عايزه هيدرز هتلاقيه، في كل حاجة متفوق على مروان محسن. فاحنا هنتكلم ان الاهلي الى حد ما عنده في حراسة المرمى قلنا تكاد يعني يكاد ما يكونش افضل، يكاد يكونوا الحارسين متساويين، يكادوا يكونوا متساويين. عندك هو الباكين اليمين والشمال افضل، عندك انت قلبين الدفاع افضل، عندك ثنائي خط النص افضل، عندك الوينجين افضل، عندك المهاجم افضل. باقي واحد بس ما اتكلمناش عليه لان انا زعلان جدا عشان ان هو مش هيلعب، اللي هو يوسف ابراهيم اوباما لما مشي، او لما يعني للاسف مش هيلعب عشان حكايه الكورونا. بقى موجود عندنا، عشان كده ده اخر حد فضلت اتكلم عليه، الكابتن العظيم التاريخي بتاع نادي الزمالك شيكابالا، اللي للاسف بقى له فتره كبيره مبتعد عن الاضواء. اتمنى ان هو اللي يكون موجود في المركز رقم 10. للاسف الفتره الاخيره محمد مجدي قفشه الى حد ما بيقدم مستويات متميزه كتير عن اللي بنشوفها من شيكابالا، ولكن شيكابالا يظل شيكابالا ويظل لعيب كبير. انا شايف ان شيكابالا ممكن ينزل يصنع الفارق، والله يا جماعه والله انا شايف ان ممكن شيكابالا ينزل يصنع الفارق، وان كنت شايف ان محمد مجدي قفشه في الفتره ديت الى حد ما طبعا اكيد مستواه لان رجليه دايما في الملعب هيكون افضل. فإلى حد كبير على مستوى خط الهجوم، لو الجزء الهجومي بيتكون من الثلاثة اللي تحت راس الحربة وراس الحربة، فاحنا عندنا 3 من الأربعة أفضل. لو بتتكلم على خط النص عندك خط النص أفضل. لو بتتكلم على الدفاع عندك الطرفين في الدفاع هم أفضل، بس القلب احنا أفضل. وحراسة المرمى تكاد تكون متساوية.
فالى حد ما انا شايف ان حتى بعد غيابات الكورونا يظل الكواليتي بتاع لعيبه نادي الزمالك اتقل. يفضل الدور على الروح والقتال. بنقول لكم يا رجاله يا رجاله يا رجاله، موت على الكوره. دي فرصه ما بتجيش كتير. نهائي دوري ابطال افريقيا قدام الغريم التقليدي في استاد القاهره في بلدك، دي فرصه ما بتجيش كتير، مش هتتعوض. اتقال عليه نهائي القرن، فموت على الكوره. ان شاء الله رب العالمين بكره اهنيكم كلكم يا زملكاويه بالكاس الاميره السمراء، كاس دوري ابطال افريقيا، ان شاء الله تبات في 100 عقبه. شكرا جزيلا، كنت معاكم ده زملكاوي في التالتة يمين، وانا محمد خميس، مع السلامه.